السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكلة النهاردة لو في العيد ما عملناهاش في العيد الأضحى نحس إن احنا ما كناش. النهاردة هنعمل الرقاق الطري، بس انسي بقى أي طريقة عملتيها قبل كده. أكلة النهاردة أكلة مشهورة قوي في العيد الأضحى، كل سنة وانتوا طيبين. الجديد بقى إن الرقاق بتاع النهاردة طريقة مختلفة تماما. أيوة، شايفين الرقاق الجميل ده؟ من غير لحمة مفرومة، من غير من غير شوربة، من غير أي حاجة. هنعمله بالمية بالمية. ودي طريقة مختلفة وجديدة وجميلة جدا. الجديد بقى اللي هيبهرك ان بدل الوصفة النهاردة هنعمل وصفتين. بقول لكم كفاية كلام، تعالوا بينا على الطريقة على طول، هبهركم النهاردة. اول حاجة برحب بكل متابعيني، يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. عملتوا في الزلزال امبارح؟ ربنا يحفظكم يا رب، ربنا يحفظكم من اي سوء. طيب زي ما انتوا شايفين كده انا معايا رقاق طري. معايا معايا بقى سمنه كده قد 3 معالق، نحط عليها حبه ملح ونص معلقه بيكنج باودر. انا دخلت السمنه كده كانت جامده شويه وحطيتها في الميكروويف، عايزاها تبقى طريه كده. تمام. معانا بقى صينيه ندهنها سمنه كده، ونحط اول ورقه من غير ما نبلها بالميه، تكون ناشفه كده ورقه يا رقاق ده طري. وحطينا كده دهناه سمنه. هنبتدي بقى نبل الرقاق كده، ما نطولش عليه لان ده رقاق طري. طيب الوصفه بتاعت النهارده انت بتقولي وصفتين. بصي بقى، حابه تاكلي فطير مشلتت وجربيها كده وقومي اعمليها النهارده، وبس ما تنسينيش بدعوه حلوه. ماشي، جربي بقى الطريقة دي انك تعملي فطير مشلتت بالطريقة دي. طيب بعض المحافظات في جمهورية مصر العربية اللي انا منها طبعا بلدي الحبيبة، بيعملوا الاكلة دي في العيد الكبير. هي بقى ان بيعملوا الرقاق الطري من غير لحمة مفرومة، بيعملوه بالطريقة دي وبياكلوه مع مع اللحمة. كباب الحلة، اللحمة المحمرة اللي انا اللي هو هنعمله النهاردة. تمام. بنمسك زي ما انتوا شايفين كده ورقة ورقة، نبلها في الشوربة في المية قصدي، ونظبطها حتى لو مكلكعة ما يهمكيش، وندهن سمنة. السمنة اللي احنا حاطين عليها حبة ملح وبيكنج باودر. طيب لو الرقاق طري رقيق قوي، الرقاق الطري رقيق قوي، هنبله بالشوربه. مش اي رقاق، يعني انا هنا بوريكم دي ورقه طريه قوي ما حطيتهاش في الميه. تمام. حطيتها كده ورحت دهنت السمنه وخلاص. يعني لو الرقاق عندك الطري شفاف قوي ما تحطوهوش في الميه، خلاص ادهنيه سمنه وحطي ورقه ورقه كده بنفس الطريقه، هتطلعي احلى رقاق. طبعا زي ما قلنا في بعض المحافظات ما بيحطوش لحمه مفرومه، احنا هنا في محافظتنا بنعمل الرقاق باللحمه المفرومه. بس دي طريقه كده حبيت ان انا انزل بيها، حبايبي بيعملوها فحبيت اعرف برضو متابعيني بيها. انا عن نفسي بقيت احبها وبقيت اعملها قوي. طيب ممكن تعملي كمان؟ تحطي رقاق الطري وبالفرشه كده تبليه ميه، وبعد كده تبليه تدهنيه بالسمنه. انا بقول لك كذا طريقه. طيب هل الرقاق الناشف ينفع بنفس الطريقه؟ طبعا ينفع بنفس الطريقه، بس ساعتها هتبقى الميه سخنه شويه. تمام كده. ونبل برضو رقاقه رقاقه ونحط، وبعد كده ندهن سمنه. تعالوا بقى نحطه على النار من فوق، على البوتاجاز من فوق. انا هنا عامله لحمه اهو، زي ما قلت لكم كباب حله، انا لسه عاملاه من قيمه كام يوم كده، اللي هو بالبصل. وبصوا بقى اللحمه دي الطريقه دي بتعمر الدماغ يا جماعه. تمام. مع الرقاق ده بجد عجبتني قوي الطريقه دي. وزي ما قلت لكم في بعض المحافظات بيعملوا الاكله دي اساسي عندهم، الرقاق الطري، بس زي ما قلنا من غير لحمه ومن غير شوربه ومن غير اي حاجه، وبيعملوه وبيقدموه مع مع اللحمه اللي هي الكباب حله. تمام كده. طبعا انا حمرت الرقاق او الفطير، الاتنين شغال يا جماعه من فوق كده، وانا وبقعد ادور الصينيه لحد لما ياخد لون من تحت. تمام. وبعد كده بنقلبه، نحط حته سمنه ونحط الرقاق بتاعنا او الفطير بتاعنا ونسويه من تحت. عاوزه اقول لك حاجه، انا عن نفسي احلى رقاق بحب او فطير بحب اكله من فوق البوتاجاز عن الفرن كتير يا جماعه، رهيب بجد. طيب هتقولي لي فطير مشلتت؟ فطير مشلتت. هو الفطير المشلتت عباره عن يا جماعه؟
مش دقيق وميه، طب ما هو ده دقيق وميه وحطينا له السمنه بقى فطير. بصوا الجمال. عاوزه اقول لكم بس علشان الرقاقه دي كانت صغيره، بصي بقى لما قلبناه فطيره مشلتته ولا لا. واحلى رقاق هتاكليه مع اللحمه. اعملوا الطريقه دي بقى. وادي اللحمه اهي جاهزه معانا. الله بجد على الاكله الجميله دي. اول حاجه عرفوني كده في الكومنتات مين فيكم في اللي بيعمل الطريقه دي، عرفوني بقى وعرفوني كده. يلا نقول لبعضينا احلى اكله بتعملوها ايه في العيد، او عاداتكم وتقاليدكم. نعرف بعض كده، ما احنا اسره واحده. بصوا الرقاق جميل ازاي. الله بجد. قولي رقاق، قولي فطير مشلتت. انا عن نفسي بقيت اعمل الفطير المشلتت كده يا جماعه، وانا ناقصه هده ومجهود. لما بحب اكل فطير مشلتت بالعسل والجبنه القديمه بعمله كده، احب اكله مع اللحمه بعمله كده. الله بجد. بصوا بقى بيعملوا ايه هما. ياخدوا الرقاق كده ويغمسوه بالصوص البصل التقليه الجميله دي، او بيحطوه كده اللحمه في حته الرقاق وياكلوها بقى، وجنبيها مثلا الشوربه لو عندك شوربه كده متبقيه. بصي الاول شكل الرقاق عامل ازاي. ها، جربوها بقى وما تنسوناش بدعوه حلوه من قلوبكم. ويا رب يعود عليكم العيد الكبير كده ويجي كده وانتوا في احسن حال يا رب العالمين. اللهم امين. وكل سنه وانتوا طيبين. تعالوا بقى كده. شايفين الشكل الاول من قريب؟ شايفين الجمال؟ طب لو عجبك الفيديو حطي لي لايك، وإن شاء الله بإذن الله نعمل وصفات كتيرة جميلة للعيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين، وللدايت ولكل حاجة. ما تنسونيش في التوصية وفي الآراء، موجودة عندي على الصفحة كلمة الآراء والتوصية. ادخلي قولي رأيك فيا بكل صراحة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الأول حاجة شايفين الرقاق، شايفين الفطير المشلتت عامل ازاي. وصفة النهاردة مش تستاهل لايك، تستاهل لايك وشير ودعوة حلوة. اعملي فطير، اعملي رقاق، اعملي اللي تعمليه، المهم تجربيه. انتظريني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.